السادات والسادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أم الدنيا. الأسبوع اللي فات كان أسبوع حافل بأحداث كتيرة جدا على المستوى المحلي، على المستوى العربي، على المستوى الدولي. أحداث سياسية، أحداث خاصة بالإرهاب. يمكن هنبتدي، كان الحدث الأبرز بالنسبة لنا إحنا في مصر يمكن نقسمه لجزئين. اللي كانت زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت، اللي كانت يوم الاثنين الماضي وعاد بالسلامة يوم الثلاث. الزيارة كان لها أصداء مهمة جدا في وسائل الإعلام الكويتية، والرئيس عبد الفتاح السيسي أدلى بأحاديث صحفية وتلفزيونية هناك في الكويت. يمكن من أبرز وأكبر الصحفيين الكويتيين هو الأستاذ أحمد الجرالة، رئيس تحرير جريدة الوطن الكويتية. كتب أحمد الجرالة وقال مخاطبا الرئيس السيسي، قال: عندما نرحب بك في بلادنا فنحن نرحب بالمواقف التاريخية التي اتخذها ملايين المصريين الذين اختاروك زعيما لمرحلة المواجهة مع وحش إرهاب سعى ولا يزال إلى تفكيك العالم العربي، بدءا من مصر ومرورا بالخليج حتى يصل إلى أهدافه الاستراتيجية، وهي تمزيق هذه الأمة وردها إلى قرون الظلام وحروب العبث. ده كان كلام الأستاذ أحمد الجرالة الصحفي الكويتي والعربي المعروف تعليقا أو كرد على زيارة الرئيس السيسي للكويت. والأستاذ أحمد الجرالة ربما من كلامه ومن ثنايا هذه السطور عايز يقول إنه الرئيس السيسي رئيس مصر الذي زار الكويت هو رئيس أتى بإجماع شعبي كبير وانتخب ليعبر بمصر إلى مرحلة جديدة يعبر بها من مشاكل جمة سواء كانت داخل مصر أو مشاكل تحيط بمصر. ونبه لها كثيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق بملف الإرهاب الذي أصبح وحشا دوليا تهب عواصفه على كل أنحاء العالم. وأعتقد أن احنا بنتابع كثيرا الأحداث المؤسفة والمخيفة التي تحدث في قلب أوروبا. أيضا من الكويت وأثناء زيارة الرئيس السيسي كتب الأستاذ عماد بوخمسين، وهو صحفي كويتي معروف في جريدة النهار الكويتية، قال إنه وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقائد العربي المخلص، مؤكدا على دوره في إنقاذ مصر من مصير مجهول كان ينتظرها، وأكد امتنان الشعب الكويتي في مصر ودور أبنائها في تطوير الكويت تعليما وصحة وهندسة وعمرانا. أعتقد أن كلام الأستاذ عماد بوخمسين يعني كلام راقي وجميل. ربما احنا مش في حاجة لحد هيقول مصر كانت ليها فضل وعملت كذا وكذا وكذا، لكن ده كلام موضوعي ويصب في صالح يعني إعادة اللحمة مرة أخرى إلى التعاون العربي الوثيق الذي يقوم على الأخوة وعلى المصالح المشتركة بين الدول العربية بعضها وبعض. هننتقل من جريدة النهار الكويتية إلى موضوع الساعة، هو الأحداث المؤسفة في فرنسا، ومن البوابة نيوز بعنوان هنشوفه: فرنسا تشهد اعتداء على مطعم بالقرب من مسجد. الحادث الإرهابي ده طبعا كان امبارح. بدأت الأحداث على جريدة شارلي إبدو. جريدة شارلي إبدو جريدة ساخرة في فرنسا، معروف عنها أنها بتستخدم الكاريكاتير في السخرية من الزعماء السياسيين ومن الرموز الدينية ومن حاجات كتير. لكن في شيء مهم جدا نحب نقوله، أنه قبل جريدة شارلي إبدو كان في جريدة اسمها هاري كاري. جريدة هاري كاري دي في السبعينات كان في حادث يعني شنيع جدا في ملهى ليلي في باريس، قتل فيه 100 فرنسي. ده كان في نفس اليوم اللي مات فيه الرئيس الفرنسي شارل دي جول، وهو زعيم فرنسا الكبير أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. جريدة هاري كاري دي كتبت عملت كاريكاتير وكتبت تحتيه ان فيه 100 واحد قتلوا في ملهى ليلي، وايضا في قصر كولبي. قالوا قصر كولبي ده كان مقر الحكم في الوقت ده في باريس. قالوا رقصة الموت. فاعتبرت الحكومة الفرنسية انه الكلام ده فيه إساءة لرمز مهيب وجليل في فرنسا، هو الرئيس والزعيم التاريخي شارل دي جول، وصدر قرار بغلق هذه الجريدة. جريدة هاري كاري لما أغلقت أقيمت مكانها جريدة شارلي إبدو.
جريدة شارلي إبدو لها تاريخ يعني أكيد مؤلم بالنسبة لناس كتير. أولا هي يعني وجهت باستياء من البابوية الكبيرة في الفاتيكان نتيجة الرسوم الكاريكاتورية اللي كتير كانت بتسخر من بابا الفاتيكان. جريدة شارلي إبدو تناولت أيضا رموز إسلامية. الرموز الإسلامية دي عملت مشكلة مع دول كتير في العالم الإسلامي، ويعني خلقت شعور بالاستياء لدى الشعوب الإسلامية. وجريدة شارلي إبدو تعرضت لانفجار أو تفجير سنة 2011 ودمرت، وأقيم مكانها المبنى الحالي اللي شهد الأحداث امبارح. معانا على التليفون دكتور وسيم. طيب احنا هنكمل وبعدين ناخد مكالمة دكتور وسيم. هننتقل إلى جريدة المصري اليوم. جريدة المصري اليوم كانت بتتكلم على الحدث المهم جدا، وهو المفاجأة التي فاجأ بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخوة الأقباط بالكاتدرائية يوم الاحتفال بأعياد الميلاد يوم الثلاث اللي فات. الرئيس السيسي دخل الكاتدرائية فجأة، لم يكن أحد يعلم بهذه الزيارة، وكان عائد على التو من الكويت قبلها بساعتين. زيارة الرئيس السيسي زيارة لها دلالة تاريخية مهمة، فهو أول رئيس مصري يحضر احتفال قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية. الكاتدرائية أنشئت عام 1900 أو وضع حجر الأساس لها 1965. وضع حجر الأساس الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، والرئيس عبد الناصر افتتح الكاتدرائية عام 1968. زيارة الرئيس السيسي كان لها معنى مهم جدا، خاصة لما قال أنا كان لازم أجي وكان لازم أهنيكم ولازم أحتفل معاكم بأعياد الميلاد. وأعتقد أنها زيارة ستظل يعني لها تأثير ولها ردود أفعال مهمة على يعني الوحدة الوطنية التي لم تشبها شائبة إلا في السنوات الأخيرة. طيب معنا الدكتور وسيم السيسي. دكتور وسيم السيسي المثقف الكبير ونقول العالم بالتاريخ المصري يعني بشكل عظيم وهايل جدا. أهلا بك دكتور وسيم. أهلا بك، أهلا وسهلا، وكل سنة وأنت طيبين. كل سنة وأنت طيب. أولا وأسألك يمكن سؤال تقليدي، لكن أنا عارف أنك أنت يعني هتعود للتاريخ ثم تتحدث. زيارة الرئيس السيسي كأول رئيس جمهورية في مصر يحضر قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية، ماذا تعني لك؟ اولا بغض النظر عن انها فرحه عارمه مش في مصر بس انما في العالم كله، لان العالم كله دلوقتي بقى فعلا يعني تقريبا بلد واحده. المهم انها انا بعتبرها كالتشرال شوك او صدمه حضاريه. صدمه حضاريه لانها بتعيد مصر الى مكانها علمت العالم منذ آلاف السنين ولا زالت تعلمه وتغيره حتى الان. الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده على يعني جزء مهم جدا. اولا يعني بدافع نبع الحب اللي موجود في قلبه للناس جميعا، يعني الست اللي اعتدي عليها وذهب إليها ببوكيه ورد عشان يواسيها، ده بدافع من الرحمة والحب لمصر كلها ممثلة في هذه السيدة التي اعتدي عليها. بدافع الحب الرئيس السيسي وضع يده على أهم نقطة في قوة مصر. مصر ليست قوتها في قناة السويس ولا في القناة الموازية، بل دي كلها مصادر أهمية ومصادر ثروة وقد تكون مصادر بلاء. قناة السويس اعتدي عليها من قديم يعني نعم. وحديثا. قوة مصر ليست في مناخها الرائع ولا غياب الكوارث الطبيعية عنها. قوة مصر تكمن في شيء واحد. قوة مصر تكمن في وحدتها وتوحدها. يعني أقوى قوى الشر تتحطم على هذه الصخرة. والنقطة ده هي يعني الدول الشريرة وصلت إليها من قديم. يعني قدروا يفرقوا الهند فقسموها إلى هند وباكستان، وقدروا يفرقوا كوريا فقسموها إلى كوريا جنوبية وشمالية. اقرأ اللي كتبه بن غوريون في مذكراته، قال إن قوة إسرائيل ليست في سلاحها النووي. قوة إسرائيل في تفتيت 3 دول كبرى حولها، وقالهم بالترتيب: العراق، سوريا، مصر، إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية. ونجح هنا اللي هو نجاح إسرائيل لا نعم. يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر. نعم. بكل أسف نجحوا مع العراق ونجحوا مع سوريا وجم على مصر. كانت طبعا اللي بسمتها كونداليزا رايس
الثمرة الكبيرة والجائزة الكبرى نعم. زي ما قالت عنها، الصيد السمين. إنما بالمخزون الحضاري بتاع مصر وبقوة شعبها ووحدتها وتوحدها، بخروج الشعب كله. والشعب أنا بنظر إليه على أنه الجيش، على أنه الشعب على استعداد أن يحمل السلاح، وأن الجيش هو الشعب حاملا السلاح، فلا فرق بين الجيش والشعب. نعم دكتور وسيم، أسألك يمكن سؤال الثاني والأخير. لو هتعلق على كلمة قالها المفكر الفرنسي الكبير أندري مارلو لما قال مصر هي التي خلقت الأبدية. طبعا. طبعا. لا هو مين اللي ده كتاب فجر الضمير بتاع جيمس هام بريستيد. العالم كله كان في ظلام، الذي أضاء العالم وأناره هو مصر. أضف إلى هذا، لو رحت حضرتك النيشن ميوزيوم في واشنطن دي سي في قسم التحنيط، هتجد مكتوب كده: المصريون أحبوا الحياة إلى درجة أنهم جعلوا حياة بعد هذه الحياة، وأن الإنسان سيعيش مرة أخرى. هل تعلم أن كلمة ثواب كلمة مصرية قديمة؟ كلمة حساب كلمة مصرية قديمة، كلمة دين كلمة مصرية قديمة، من دي يعني 5 والنون شعيرة دينية، فدين معناها الشعيرة الدينية الخماسية. كلمة حج معناها النور أو الضياء وهي مصرية قديمة. كلمة كعبة أصلا في المصرية كعبة، دخلت في الإنجليزية كيوب يعني مكعب، ودخلت في العربية بقت كعبة. كله من مصر. مصر هي الأم، ومصر هي التي علمت العالم، وهي اللي أهدت العالم الأبدية. شكرا. نعم شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور وسيم السيسي، وتحيا مصر. طيب هننتقل إلى جريدة الأهرام. جريدة الأهرام في خبر مهم، أن الرئيس السيسي سيحضر قمة دافوس يوم 21 يناير الجاري. قمة دافوس قمة اقتصادية عالمية، منتدى دافوس الاقتصادي بيعقد سنويا، ولما يعقد في سويسرا أو القمة في سويسرا معناها أن الرئيس السيسي سيخاطب يعني قادة العالم وأهم المستثمرين في العالم، وهيعرض خريطة مصر الاقتصادية والاستثمارية، وهيكلم العالم كله عن أن مصر يعني اللي كنا بنقول هي التي خلقت الأبدية. مصر التي سيتحدث عنها الرئيس السيسي في قمة دافوس هي مصر الجديدة التي تعني الرئيس السيسي، والتي يعني تتحرك في خياله إلى المستقبل، مع كل الدعاء له بالتوفيق في قمة دافوس وفي كل المهام التي يبتغي منها بناء مصر الجديدة. من الأهرام إلى جريدة الوطن عن الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي حددت لها اللجنة العليا للانتخابات موعدها يوم 21 و 22 مارس. هتكون الانتخابات للمصريين في الخارج الإدلاء بأصواتهم، ويوم 22 و 23 هيكون الإدلاء بالأصوات في الداخل. المرحلة الثانية من الانتخابات 25 26 أبريل في الخارج، و26 و27 أبريل في الداخل. هننتقل لليوم السابع. اليوم السابع هنتكلم عن موضوع مهم جدا يتعلق بهيئة الاستشعار المصرية والتخطيط لإنشاء وكالة فضاء مصرية. الخبر المهم في هذا السياق أو تحت العنوان ده هو يعني إنشاء وتصنيع قمر صناعي مصري بالتعاون مع الصين. مصر هتصنع من هذا القمر من مكوناته 75%، وده لأول مرة احنا يعني بنشترك في التصنيع بهذه النسبة. معانا على التليفون نائب رئيس هيئة الاستشعار المصرية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. دكتور علاء النهري، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك حضرتك. أهمية هذا القمر الصناعي بالنسبة للزراعة، بالنسبة للمياه، خاصة أن احنا في مخاوف من شح مائي في العقود المقبلة. والله بالنسبة للقمر الصناعي طبعا احنا بنوجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه حاطط نصب عينيه نهضة مصر عن طريق استخدام الوسائل العلمية الحديثة، ومنها الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية اللي هتبين موارد مصر بشكل جيد، ونقدر نكتشف موارد جديدة هتفيدنا. فالرئيس مؤمن تماما كما هو مؤمن بربه وبوطنه، برضه مؤمن بالعلم، وان العلم هو السبيل للتنمية. فانا بنوجه الشكر بصفة شخصية وعن زمايلي في الهيئة بالكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الشديد بالعلم والعلماء. وشفنا ده في اخر عيد علم كان مهتم بالعلماء ازاي ومهتم بالعلم ازاي، لانه موقن تماما بان التنمية والنهضة
لا تأتي دون العلم. فالأمر الصناعي المصري اللي احنا إن شاء الله تعالى قد وقعنا اتفاقية مع الصين، الأستاذ الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة وقع اتفاقية مع كبرى شركات الفضاء الصينية بحضور السيد الأستاذ الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، الذي أكون له كل احترام أيضا لأنه يهتم بالهيئة ويهتم ببرنامج الفضاء بشكل كبير جدا، وبحضور برضو سفير الصين في مصر. وقعنا هذه الاتفاقية، والسيد الرئيس في الصين وقع مجموعة اتفاقيات من ضمنها اتفاقية الفضاء لإيمانه الكامل بالعلم. الفضاء أو الأمر الصناعي ليست رفاهية، ليس رفاهية، نعم، ولكن الأمر الصناعي الطريق والوسيلة للرفاهية. ففي بعض الناس يقولوا احنا عايزين ناكل وعايزين نوفر شرب وبتاع. ده اللي هيوفر، ده اللي هيوفر ميه ولا الصين. يعني الهند والصين بالظبط كده قالوا، كان نهرو موجود وبعد غاندي قالوا ان الاقمار الصناعيه ووصولنا للفضاء هو اللي هيجيب لنا الاكل والشرب والزراعه والتعدين وجميع عناصر الحياه. فالقمر الصناعي المصري زي ما حضرتك عارف ان شاء الله من خلاله بنكتشف المزيد من الموارد التعدينيه، الموارد الزراعيه، التربه الزراعيه، المياه الجوفيه، بجانب انه مهم جدا في معرفه كل عناصر التنمية وكل الموارد الطبيعية والمائية والأرضية والتعدينية وتخطيط الأراضي اللي احنا محتاجين ليه جدا. دكتور علاء، يعني احنا بنشكرك وعلى وعد بنلتقي بك قريبا علشان نتكلم في الموضوع ده بتفصيل أكتر. شكرا جزيلا للدكتور علاء النهري نائب رئيس هيئة الاستشعار المصرية. هنختار مقال من المقالات اللي صدرت في الصحف خلال الأيام الماضية للأستاذ محمد أمين نائب رئيس تحرير المصري اليوم. الأستاذ محمد أمين عنون المقال ب11 دقيقة فقط غيرت كل شيء، وكان يقصد 11 دقيقة قضاها الرئيس السيسي في الكاتدرائية عندما ذهب هناك ليهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة قداس أعياد الميلاد. محمد الأمين بيقول إنه المسألة لا تقاس بالساعات والدقائق، لكن 11 دقيقة فقط ربما يعني لها من التأثير ولها من الإضاءات الوطنية ولها من الأبعاد التي تؤثر في يعني إعادة نقول انتعاش أو إعادة قوة النسيج المصري مرة أخرى، إعادة ثقافة التسامح مرة أخرى، إعادة المسؤولية التي يتحملها الرئيس تجاه أبناء يعني وطنه بغض النظر عن يعني انتماءاتهم السياسية، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. هذا يعني هو الفكر الجديد وهي الرؤية الجديدة التي تحسب للرئيس السيسي، والكل ينتظر أن تكون هناك خطوات أخرى ومفاجآت أخرى حتى لو سميناها مفاجآت، لكن نحن في حاجة للكثير لإعادة مصر مرة أخرى ولاستعادة مصر مرة أخرى، وأيضا لاستعادة الثقة بأنفسنا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنلتقي ضيفنا الكريم المؤرخ الأستاذ أحمد الجمال اللي كان حاضر مؤتمر مهم جدا في مكتبة اسكندرية من 3 أيام. المؤتمر حضروا حوالي 200 مفكر من العالم العربي، وكان خاص برؤية جديدة لخطاب ثقافي جديد يعني يمهد مناخ أو يخلق مناخ جديد ممكن يحد من موجات التطرف، خاصة التطرف الفكري. هنطلع للفاصل وبعدين نبدأ فقرتنا الحوارية. وحضر الرئيس جمال عبد الناصر الاحتفال بإرساء حجر أساس الكاتدرائية المرقسية الجديدة، وقد استقبل سيادته غبطة البابا كيرلس ورجال الكنيسة القبطية في مصر وإثيوبيا، وحضر حفل نواب الرئيس ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والوزراء.
وألقى الأنبا أنطونيوس كلمة نيابة عن غبطة البابا كيرلس شكر فيها الرئيس لحضوره الحفل ومساهمة الدولة في بناء الكاتدرائية الجديدة، وقال: إن تعاون المسلمين والمسيحيين لم يقف يوما عند حد، فإن الهلال يعانق الصليب دائما في وحدة قوية. ثم ألقى الرئيس كلمة تحدث فيها عن الثورة والدين، فقال: إن الثورة قامت على المحبة ولم تقم على الكراهية والتعصب. الثورة قامت وهي تدعو إلى المساواة التي نادت بها الأديان السماوية. وقال الرئيس: نحن نفخر بأن بلدنا ليست فيها طائفية أو تعصب أو انقسام. ثم توجه غبطة البابا إلى النصب التذكاري حيث أقيمت صلاة الشكر. وعلى إثر ذلك أرسل الرئيس جمال عبد الناصر حجر الأساس الكاتدرائية المرقصية الجديدة وسط الهتافات المدوية بحياته وحياة الهلال مع صليب. ماشي. اهلا بكم من جديد. نرحب بدايه بضيفنا الكريم المؤرخ الاستاذ احمد الجمال، وبنعتذر له على ان احنا حصل كده في شويه لبس في المواعيد وجبناه جري، كان قريب مننا فاحنا بنعتذر له على الهواء، نقول له احنا اسفين. تلفزيوننا الوطني على راسنا من فوق، بس انا اللي اتحمل مسؤوليه. لا معلش يا حبيبي، لا انت عارف تلفزيوننا الوطني على راسنا، ربنا يخليك. فاحنا بناخد الابيض والاسود، انما على رساله بنعملها يعني. جايز ربنا يسهل. لا انشح يا سهل. استاذ احمد، احنا كنا بنتكلم على قبل حضرتك تيجي بشويه عن المؤتمر اللي كان في اسكندريه في مكتبه اسكندريه. ايوه فندم. حضرتك حضرت المؤتمر، استمر تقريبا 3 ايام. ايوه فندم. باختصار، هو ايه اهميه المؤتمر اللي حضره 200 مفكر ده؟ هو شوف، هو في سياق المؤتمرات، كثير من المؤتمرات في مصر ليس لها اهميه. وكثير من المؤتمرات بتبقى عباره عن زي ما بيقولوا المشارقه، واحنا بنقول فنجره بق او طق حنك. ايوه. ولكن هذه المره فيما يبدو والله اعلم يعني، واتمنى ذلك، انه من خلال المشاركين ومن خلال طبيعه المرحله واللي اتوقعه انه يبقى جهاز المناعه المصري ابتدى يفوق. لان احنا جهاز المناعه بتاعنا كان وقع، جهاز المناعه الوطني زي جهاز المناعه بتاع الانسان. يعني جالنا ايدز فكري وسياسي. ايوه. مش ايدز نعم. بيولوجي يعني. حاله الايدز الفكري والسياسي التي اسقطت جهاز المناعه المصري، المفروض في المرحله الجديده وبعد اللي احنا شايفينه وبعد اللي عملناه في يناير وفي يونيو، وبعد هذا الرجل الذي ارسل، مش عايز اقول ارسلته السماء واقول احسن يقول لك ده ابتدوا يقولوا عليه ملهم والسماء بعتته وكل الموال ده، عايز اقول ان هناك مواطنا مصريا بالصدفه ابن من ابناء القوات المسلحه استطاع ان يقلب الموازنه العالميه، المعادله العالميه. وهناك حرب في مصر على 5 جبهات، هي الشمال والجنوب. شمال ضد التعنت الاوروبي والامريكي، جنوب على تهديد مياه النيل، شرق اللي انت عارفه يعني الارهاب، غرب برضو الميليشيات والى اخره، والجبهه الخامسه اللي ما شفناهاش من ايام الدوله المصريه القديمه الوسطى، اللي هي جبهه العمق. من قرون طويله لم تشهد مصر هذا الاشتباك في عمقها، قنابل وفي المدارس وفي المستشفيات وفي الجوامع وفي الكنائس وفي الطرق، وزيت بيدلق على المنحنيات شيء مخيف. هذه حرب العمق. اتمنى ان هذا المؤتمر او ذلك المؤتمر الذي كان في مكتبة الاسكندرية في الفترة من 3 إلى 5 يناير وحضره فعلا هذه الشخصيات، وحضره احد الكاردينالات الكبار من المشرق العربي والانبا بولا بن طنطا وكثير من المفكرين والمثقفين، ارجو ان يكون تحولا ايضا او ثورة في مسار المؤتمرات العربية. وكما طلب رئيس الجمهورية باحداث ثورة دينية، وقد توقفت عند ذلك طويلا، واعتبرت ان ذهابه الى الكاتدرائية بنفسه لاول مرة منذ الفتح العربي دي بداية الثورة. انا نعم، هذه اول خطوة في الثورة. يعني عايز اقول انه الرئيس عبد الناصر الزعيم الخالد، زعيمي وقائدي ومعلمي، نعم. ومعلمنا جميعا وان كره الكافرون نعم. ذهب وافتتح الكاتدرائية. والكاتدرائية لمن لا يعرف
هي كاتدرائية القديس مرقس الرسول الذي أتي برفاته من روما. نعم. وأيضا رفات القديس أثناسيوس، وبنيت في هذا المكان، وهي الكنيسة الجامعة المصرية أو الكرسي الرسولي الخامس في الكنائس العالمية للكرسي الإسكندرية. الرئيس عبد الناصر افتتح الكاتدرائية، قدم لها تبرعا 100,000 جنيه. نعم. كان صديقا شخصيا للقديس العظيم الأنبا كيرلس السادس. الأول مرة حد يحضر قداس بيتقال فيه كيريا ليسون، وبيتقال فيه الخلاجي، وواقفين المرتلين والمنشدين والكهنة والبطاركة، هو عبد الفتاح السيسي. وكانوا دايما كثير من الناس تحجم ان تذهب القداس عشان ما تشاركش في صلاتهم عشان ما تبقاش منهم. هذا الكسر المنطقي والعلمي والموضوعي والتاريخي والانساني لهذا التابو، لهذا المحرم الوهمي، هو بدايه ما يسمى بالثوره. الثوره. طيب اسال حضرتك استاذ احمد، في المؤتمر الاقليمي اللي عملت كان في مكتبه اسكندريه، نعم. حضرتك ايه التابوهات اللي يعني اذا كان ده حصل يعني اللي يعني نقول فتحت علشان تتنظف او تتكسر؟ هو عشان الناس تعرف التابو هو حاله اللي هو المحرم، يعني الام تبقى نعم. تابو بالنسبه للانسان، اخته تابو بالنسبه له، هو المحرمات، خليها المحرمات. هل اقتربتوا المحرمات في المؤتمر ده؟ انا يعني كنت، وانا اسف ان اتكلم بضمير المتكلم، كنت احد المتحدثين واقتربت من بعض المحرمات. اقتربت لانه كان موجودين ممثلين لبعض الاتجاهات السلفيه، وكنا بنتكلم عن خطاب التسامح والتعايش والى اخره، وتحدثت عن الخطاب المزدوج، ان يكون للبعض خطاب في منتدياتهم وفي قنواتهم التلفزيونيه وفي برامجهم وفي مساجدهم وفي لقاءاتهم، وخطاب اخر في المنتديات العامه. في خطاب متجهز. انت فاكر زمان لما كان حد شاعر من الارزقيه، يعني مش كل الشعراء طبعا، يبقى حاطط قصتين، واحده هجاء واحده مدح، أيوه. حسب الحال يعني، وساعات يغلط يمد ايده يطلع الهجاء بدل المدح. بدل المدح بتبقى مشكله. في خطاب متحضر لمخاطبه المؤتمرات اللي بهذا الشكل. في كلام بقى عن الديمقراطيه والتسامح وبتاع. انما الخطاب الحقيقي لما طرحته أيوه. قلت ارجو ان لا يفجع الجالسون في من سئل ليفتي في من يتزوج مسيحيه، فقال بالحرف الواحد تقريبا يعني عليك ان تبغضها وان تكرهها وان تسبها وان تلعنها، واذا دخلت لا تقل لها السلام عليكم، قله لابنائك منها لانهم مسلمون. فسال السائل مره اخرى: طب وكيف اباشرها وهي زوجتي وانا اكرهها؟ قال: ارايت ان اغتصبت امراه هل تحب المغتصبه؟ انت لا تحب المغتصبه ولكنك تستمتع. اعتبر نفسك اغتصبتها، بتغتصبها. يا سلام. هذا كلام متداول على ما يسمى اليوتيوب. الكلام الثاني بتاع الذي سرى في الفتره اللي فاتت ويسري كل سنه منذ ان ابتلانا الله بهذه اللحى، التي قال عنها لا اذكر الشيخ شلتوت ام الشيخ عبد العزيز عيسى: لو كانت حشيشا تاكله عجول المسلمين لكان افضل. ده الدكتور شلتوت. الفكره فيه انه بدا خطاب الكراهيه. لا تقل له كل سنه وانت طيب، ولا تعيد عليه، ولا تاكل من ايده، واذا قال لك السلام عليكم قول له وعليكم مثل ما قلت. ويعني ناصبه العداء فيما يتعلق بمناسباته الدينيه. ده ايضا محرم تاني كانوا بيتكلموا فيه. محرم الثالث اللي هو موضوع التهافت على المكاسب السياسيه من القوى السياسيه دون الالتفات الى العمق. يعني اصل تصحيح خطاب، وانا ما بسميش خطاب ديني عشان برضو صح المفاهيم، وانت سيد العارفين واستاذنا يعني. ربنا يخليك. تحرير المصطلح يقول انه ليس خطابا دينيا ولكنه خطاب دعوي يستند الى مرجعيه دينيه. الخطاب الديني هو الوحيد، هو القران الكريم والانجيل والتوراه والزبور وصحف موسى اللي هي المنزله من عند الله. هذا خطاب من عند الله فهو خطاب ديني. اما الخطاب الذي يقف البعض ليقوله على المنبر دعوي او دعوي بشري، ولكن يحاول ان يستند الى بعض المقدس، ايات او احاديث او اصحاحات او مزامير الى اخره، يعني ليسلب لب اللي قدامه. هذا الخطاب الدعوي المفروض ان الخطاب السياسي يبقى تصحيحه يبقى على مستوى الأمة كلها، لأنه تمت محاولة إصلاح الأزهر
كما اسلفت وقلت في اكثر من مره، فتره الشيخ حسن العطار الذي كان عالما في الرياضيات وفي الفلك وفي الكيمياء وفي بتاع، وذهب الى محمد علي باشا الكبير ليناشده اصلاح الازهر، ولكن المحاوله ارتطمت بالفكر التقليدي، باللي ماسكين العصايه. ده كان استاذ الطهطاوي على كان استاذ الطهطاوي، نعم سيدي، في القرن الثامن عشر. واجل الموضوع، ومن هنا جاءت الثنائيه في التعليم. هذه هي الكارثه. تعليم ديني وتعليم مدني. يعني جميع الجامعات في العالم تبدا بكليه لاهوت، كليه حقوق، كليه اداب، كليه علوم، ثم تنتشر ثم تتوسع زي الخلايا العنقوديه كده. احنا طلع عندنا تعليمين متوازيين، سابوا هذا التعليم يمشي في مساره قائما على المتون والحواشي. واذا ربنا رزق بحد زي الشيخ حسن العطار، او حد زي الشيخ رفاعه، او حد زي الشيخ شلتوت، او حد زي الشيخ محمد المدني، او حد زي الدكتور الطيب، او حد زي الدكتور زقزوق، او حد زي الدكتور الشيخ ابو العيون، يعني الذين او الشيخ محمد المدني كما اسلفت، حاولوا ان ينتقلوا نقله اخرى او الشيخ ابو زهره والدكتور طه حسين. طبعا أيوة. يعني انا نشرت عده مقالات، وانا اسف برضو للاشاره في هذا الموضوع، كيف كتب طه حسين سنه 1923 في مايو سنه 1923 مطالبا ان يكون عالم الدين في مصر، ما فيش رجل دين في الاسلام، عالم الدين في مصر، مماثلا لما شاهده في بلاد الافرنج الكفره عندما دخل الكنيسه فتصور انه هيسمع موعظه دينيه، ولكن وجد الاب الذي يحاضر في الكنيسه بعد القداس بدا يتكلم في الموسيقى ويتكلم في الالحان، عالم اخر يتكلم في الفلك من رجال الدين المسيحي. لما حصلت محاوله تطوير الازهر في الستينيات كانت من اجل هذا الموضوع الذي طالب به حسن العطار وطالب به طه حسين. يبقى فيه طبيب وصيدلي وبيولوجي وعالم احياء وبتاع ألسن يبقوا موجودين في هذه الجامعه، يمتلك زمام الفقه والعلم، اصول الدين واصول الفقه والعلم الثاني، عشان لما ينزل افريقيا يبشر ما يبقاش المبشر الكاثوليكي هو الوحيد اللي نازل يكافح ذبابه الملاريا او يكافح ذبابه التتسي اللي هي بتاعت النوم، والتاني راح يقول بس يدور كسب كام اخر السنه، هيحاول كام دولار. يبقى بيشتغل في هذا الموضوع. ارتطمت المحاوله بما ارتطمت به كل محاولات التحديث في مصر، وواضح انها فشلت. طب عشان نبتدي بدايه جديده صحيحه، نعم، يعني هل تعتقد حضرتك هي محتاجه يعني اراده سياسيه الى جانب مؤسسات يعني الدوله، الى جانب مجتمع مدني باحزابه وجامعاته والى اخره؟ يعني ما هي دي عايزه خطه، يعني انا معاك طبعا، عشان ما تبقاش زي ما انت حضرتك انا معاك يعني. محتاجه تضافر. زمان كانت وسيله الاعلام الوحيده يا استاذ كامل هي المنبر. لما الحاكم يركب يقول لك ودعي له على المنابر. يعني انتشر انه فلان الفلاني حكم، لما الخطيب يطلع يقول اللهم انصر مثلا فلان الفلاني طيب قبل الاذاعه والتلفزيون. دلوقتي عندنا الاذاعه والتلفزيون، وعندنا الصحافه المقروءه، وعندنا الالكترونيات، وعندنا المدارس، كل ده لازم يشتغل منظومه واحده للنهوض. اسبانيا في تجربتها في القرن ال18 لما حاولت تستقل عن اوروبا وحاولت تبني نفسها وترفض المساعده الاوروبيه، عملت هذا الموضوع. نزلوا الاقاليم المثقفون والسياسيون وكل من له ضمير وطني واعي ونخباوي، نزل الى الاقاليم وابتدوا يجمعوا الكفاءات. مين بيكتب قصه قصيره حلو، مين بيكتب روايه، مين بيكتب شعر، مين عامل اختراع. وبدا النهوض، بدات معزوفه النهوض. معزوفه النهوض زي دلوقتي الحرب ما هياش حرب سلاح واحد، انما هي حرب الاسلحه المتكامله، طيران مع مدفعيه مع مش عارف الكترونيه مع استطلاع وبتاع. نحن الان في هذه المعركه، معركه الوجود الحضاري والثقافي، لابد ان نقرن بين الفعل المقاتل الذي يتم على جبهة الحرب في سيناء وفي الغرب وفي العمق، والفعل المقاوم بالكلمة، بالقصيدة، بالرواية، بالندوة، بالمحاضرة، بالنزول إلى عمق الريف المصري لمحاولة استنهاض الهمم مرة أخرى. لقد تدمر كل شيء، ما عادش فيه لا عادات ولا تقاليد ولا ناس بتروح الغيط الصبح بدري ولا حد مؤمن. كل ده لازم. طب حضرتك اسمح لي، يمكن كان من ضمن الحاضرين المفكر السوداني حيدر ابراهيم، دكتور حيدر ابراهيم. طبعا صديق. هو قال حاجه مهمه قوي، قال انه
يعني محاولات الإصلاح ومحاولات التحديث فشلت في مصر زي فشلت في يعني دول أخرى. بس في مصر تحديدا اتكلم قال إنها لم تصل إلى الريف، يعني حتى جهود النخب ومثلا هنقول الفترة اللي كان فيها نوع من الانتعاش في الأدب وفي الفنون، لكن ده مش كتير لامس الريف. حتى نهضة محمد علي لو رجعنا كمان هنقول برضك هذه النهضة ربما كانت يعني متمركزة لخدمة الجيش أكتر، موجودة في العاصمة حتى لا أبدو أكتر. متحيزا، كلامك صحيح، ولكن هناك استثناء، وربما تكون من الفلاحين زي حالتي. طبعا أنا عشت في بلدنا جناج مركز بسيون غربية في الخمسينات والستينيات، الساحة الشعبية والوحدة المجمعة والجمعية التعاونية، وشفت أهل الفلاحين اللي بعضهم كان لا يقرأ ولا يكتب وبيتكلموا عن إقامة جبهة يسموها الجبهة، مش الجبهة، الجبهة الوطنية، الجبهة الوطنية في الانتخابات والديش. لا كان في الخمسينات والستينات نزول. وعلشان لا نظلم أحد، جمعية المساعي المشكورة ما هو مش لازم الدولة يا أستاذ كامل، مش لازم محمد علي أو عبد الناصر أو السيسي، يبقى فيه الجهد المدني. يعني جمعية المساعي المشكورة أحمد عبد الغفار ومن معه، ونشر التعليم في محافظة المنوفية كلها، واصبحت المنوفيه تقريبا بلد بلا اميه، محافظه بلا اميه. دور المنشاوي في طنطا، معهد المنشاوي، مستشفى المنشاوي، مش عارف مين، الجمعيه الخيريه المسيحيه، الجمعيه القبطيه اللي مش عارف ايه، كان هناك جهد للقطاع المدني. القطاع المدني دلوقتي متفرغ فقط يقبض من اوروبا تمويل عشان يقول عو حقوق الانسان، وسايب كل هذه حقوق الانسان في العمل وفي التعليم وفي الاكل وفي الشرب وفي الصحه وفي الوعي. يعني لماذا لا تتجه عشرات ومئات وربما عشرات المئات من منظمات المجتمع المدني التي انشغلت بالأجندة الغربية وكفت عن الانشغال بالنزول للبحث في الأمراض المتوطنة الجديدة في الريف المصري؟ طب اسمح لي يا أستاذ أحمد، يمكن ما دمنا بنتكلم عن مؤتمر بيهتم بالفكر يعني بالثقافة وتجديدها، يعني هرجع عليه كمان الدكتور طه حسين، يعني سنة 47 تحديدا نشر لي مقال كان عنوانه العدالة الاجتماعية، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقال ان احنا عندنا مشكلة ان الديمقراطية دايما ناخدها بمفهومها السياسي، ان الناس تروح تنتخب متساويين في حق الانتخاب والترشح والى اخره والتجنيد. قال لكن الديمقراطية الحقيقية هي حق الاستمتاع، الحق المتساوي بين الناس في الاستمتاع بالحياة. قال ده صلب العدالة الاجتماعية والديمقراطية كفكرة. وقال ان ما ينفعش اقول ديمقراطيه واتكلم عن عداله اجتماعيه وانا عندي ميه يعني هتمرض وما فيش سكن ادمي. هذا كلام صحيح 100%، وقد سبق ما قاله سنه 47 ما قاله ايضا سنه 23 عندما كتب مقالا كتبه في باريس يوم 11 مايو 23 عن العلم والثروه. العلم والثروه، وتحدث عن الاغنياء المصريين وانهم لا يتجاوزون مجرد انعام تنقل الثروه من جيل الى جيل، واحيانا تقع منهم في النهر وهم معديين. ثم تكلم عن الثروه في اوروبا، وتكلم عن سنه 23 عن المراه التي تبرعت لجامعه باريس ب 15 مليون وخصصت جزء كبير من المبلغ لطباعه رسائل الدكتوراه للطلبه الفقراء. عن الاخر المدرس الثانوي الذي تبرع بكل مدخراته وهي 76,000 فرنك فرنسي سنه 23 لكي مش عارف يعمل ايه. عن الثالث اللي تبرع لاقامه مدن لاقامه الطلاب حتى يعيشوا في حياة مستريحة عشان يدرسوا مستريحين. نحن الآن أمام معادلة شديدة الصعوبة، بلد متعثر اقتصاديا، نهبة وكلنا عارفين. حضرتك تعتقد لسه الرأسماليين دول كالأنعام زي ما وصف طه حسين دكتور طه حسين؟ أفندم؟ يعني ما زالوا كالأنعام كما وصفهم الدكتور طه حسين؟ لا كثير منهم كذلك، والبعض يعطي الفتات. يعطي الفتات يعني مثلا 5 منح، يدي جايزه للادب الشعبي، مش عارف يعمل مهرجان ايه حاجه كده. انما لما تقول واحد مثلا عنده 30 مليار دولار او واحد عنده 15 مليون جنيه 15 مليار جنيه، او راكب طياره كامل ثمنها 50 60 مليون وبيجرشها في المطار من غير ما تشتغل ب5 6 مليون دولار في السنه. يعني لما حد يبقى عنده طياره وعنده يخوت مرميه في المواني في الجونه ولا فينا وتيجي تقول لي انه عامل منحتين دراسيه 3 منح دراسيه يبقى متشكرين؟ لا يا حبيبي مش متشكرين. يعني انت روح الاماكن المحترمه. يا اخي مش عارف، انا مش عايز اكمل لانه مش عايز اغلط. طيب اسال حضرتك بالنسبه للمؤتمر، هل فيه يعني متابعه للتوصيات اللي صدرت منه؟ هل في عمل مؤسسي يعني؟ نعم سيدي نعم. هو المؤتمر تم انعقاده بناء بناء على ما قاله الرئيس المحترم السابق المستشار عدلي منصور امام القمه في الكويت على ما اتذكر، وكلفت به مكتبه الاسكندريه،
واعدته مكتبه الاسكندريه بالتنسيق مع الجامعه العربيه ومع وزاره الخارجيه المصريه لترفع توصياته او ترفع توصياته الى القمه العربيه المقبله. وبالتالي الشكل العام بيقول انه ليس فقط مؤتمر مثقفين ولكن هيوصل للمسؤولين في القمه العربيه، يعني في على كل المستويات. واذا وصل القمه العربيه الكل دلوقتي مجروح والكل يعني بينفق في الزبادي، المفروض ان توصيات المؤتمر وشغل المؤتمر تشكل له فرق عمل وتشكل له مؤسسات تشتغل فيه. بس اتمنى الا يلحق باتفاقيه الدفاع العربي المشترك واتمنى الا يلحق باتفاقيه التعاون الاقتصادي بتاع يعني ليبيا تحترق ولا احد يتحرك، سوريا تحترك ولا احد يتحرك، اليمن، العراق، اليمن والحمد لله. يعني النهارده احنا قاعدين نتكلم في التلفزيون المصري، كان ممكن ما نتكلمش النهارده. يعني لو الامور مشيت على ما هم كانوا عايزين صح. ولا كنا لا سيادتك ولا طلعنا بنبيع ترمس بره هنا ولا لا، كان زماننا دلوقتي يا اما في رحاب الله يا اما في ابو زعبل. طيب هسأل حضرتك عن فيما يتعلق به، كان فيه رؤية للدكتور عمرو الشبكي فقال انه لكي تنجح القوى السياسية في مواجهة التطرف والإرهاب لابد من وجود دولة قانون ومؤسسات، ولا يتم توظيف القانون بشكل سياسي تابعا لأهواء الإرادة السياسية. نعم. لو جينا نتأمل نقول والله هتطرح أو توصيات المؤتمر دي هتنقل للقمة العربية، هي المشكلة يعني هل حضرتك متفائل انه في إرادة سياسية يعني جامعة مثلا، خاصة في ظل التشرذم الموجود ودول سقطت يعني هو الأصل في الإنسان المفروض يبقى التفاؤل، ولكن الأصل في الإنسان في هذه المراحل هي التشاؤم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن السياسة لا تعرف تفاؤلا ولا تشاؤما، وإنما تعرف ظروفا موضوعية، تعرف مقدمات موضوعية تؤدي إلى نتائج موضوعية. هل الظروف الموضوعية الآن المحيطة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وفكريا وظروف النخبة وظروف الناس تؤدي إلى نتائج مؤملة؟ أنا بقول نعم، بناء على هذه الظروف التي أصبحت تهدد الوجود العضوي، اللحم يعني فاتت في اللحم خلاص، تهدد الوجود العضوي للإنسان العربي على كافة المستويات. آن الأوان أن تتم الاستفاقة وأن تتم الاستجابة لمثل هذه الأشياء. وما قاله عمرو الشبكي هذا كلام يردد منذ فترة طويلة، أن القانون كان في زمان يقول لك ما اعرفش زينب، لا دلوقتي في زينب وفتحيه وماتيلدا وكل حاجه. طيب كمان هاخدك اللي قاله الدكتور محي لزقاني من وساميه الفاسي كمان التونسيه، الاثنين يعني فالاثنين اتفقوا على انه سبب التطرف والعنف والارهاب هو استبداد الدوله والنظام السياسي. لا يعني شوف هو ايه يعني هناك فرق بين الدوله والنظام، ولا اريد ان افلسف الامر. الدوله شيء ضروري جدا جدا، واحيانا تبقى الدوله لابد لها من قبضه قويه، ولكن متى تفرض قبضتها القويه وكيف تفرض قبضتها القويه؟ يعني هنا ما ينفعش الكلام على علاته وعلى اطلاقه، ولكن الدوله لابد ان تكون لها هيبه، الدوله لابد ان تكون قويه، الدوله لابد ان يكون لها سطوه، ولكن متى وكيف؟ متى وكيف؟ في اوقات الازمات، في اوقات الطوارئ، في اوقات الاضمحلال، في اوقات التفتت، في اوقات شيوع الجريمه، تضرب الدوله بيد من حديد، ولا بد للمواطن ان يعرف حقوقه وواجباته. والعمليه زي الاوان المستطرقه. اذا كان المواطن ابتداء من النخبه نزولا لتحت لا يعرف واجباته ولا يعرف حقوقه، فالدوله عندئذ كيفما تكون يولى عليكم من الاخر يعني. طيب حضرتك يعني افضل ما تتحدث عن نقطه مهمه، عن كان ده محور من محاور المؤتمر، دور المسيحيين العرب في المرحله الحاليه والمقبله، خاصه الانبا جريجوريوس لحام بطريرك انطاكيا في سوريا قال انه المسيحيون العرب كان لهم دور كبير عند ظهور الاسلام. نعم. فحضرتك يعني لو يعني هو شوف يعني كان له دور كبير. اولا لابد ان نتذكر معا ان من تنبأ بان هذا الصبي المرافق للقافله من الجزيرة إلى الشام هو بحير الراهب الذي كان يسكن في أطراف الشام، كان راهب مسيحي. نعم. وأنت عارف إن القصة لما أبو طالب وقالوا تعالوا تعشوا فمحات كل الناس، قال له قال له مين معاك؟ قال له ابني. قال له هل هو ابنك؟ قال له لا مش ابني، ده ابن أخويا اللي مات. قال له لا يبقى خلاص ده نبي هذه الأمة، احذر علي كذا. الوحي كان يأتي في البداية وراجع سيرة ابن هشام وابن إسحاق للرسول عليه الصلاة والسلام على هيئة صلصلة جرس. في فتح مكة الرسول دخل الكعبة ووضع عباءته على صورة أو تمثال للعذراء والمسيح وقال إلا هذين اتركوهما لي. بعض الآراء تتجه إلى أن ورقة بن نوفل كان مسيحيا أريوسيا، والأريوسية هي أصل الإسلام، يعني هي نفس الاتجاه.
وان السيده خديجه، ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يتعدد على خديجه. لم يتعدد على خديجه، ظلت زوجته الوحيده. نعم. المسيحيين العرب بقى في النهضه الحضاريه والثقافيه هم الذين قاموا بالترجمه ونقلوا من اليونانيه واللاتينيه الى العربيه. هم الذين قاموا بالحكمه، الطب والكيمياء والصيدله. ايضا قبل تعريب الدواوين في مصر على سبيل المثال، هي عربت في عهد عبد الملك الموران، كانت الحسابات كلها والخراج كله والشغل كله بغير اللغه العربيه، وكان يقوم به المسيحيون والمصريون. وعندما تقرا تاريخ ابن عبد الحكم او تقرا ساويرس بن المقفع او تقرا ابن اياس او الاخره، هتكتشف ان في معلمين. يعني مثلا هقول لك على سبيل المثال، لما تشوف كتاب قوانين الدواوين الذي الفه الاسعد بن مماتي في عهد صلاح الدين الايوبي، هو من سلاله مسيحيه، سلاله وزراء مسيحيين كانوا هم الوزراء الاول في كل الدواوين الحاكمه. على المستوى العقيدي، ايضا لم يمثل المسيحيون العرب يعني لم يشنوا حربا على الدين الجديد. لم يشكلوا فرقه للمقاومه المسلحه. انما ائتنسوا بسماحه هذا الدين وبالزياره الاولى للرجل المحترم العظيم عمر بن الخطاب عندما ذهب الى كنيسه القيامه. شوف التسامح. يعني عمر ذهب الى كنيسه القيامه وزارها وطاف فيها، ومن المؤكد ان هو داخل قال السلام عليكم. ده اكيد. طب استاذ احمد، احنا قدامنا يمكن دقيقه. لفت نظري كلمه للشيخ احمد التركي، امام وخطيب مسجد نور العباسيه. نعم. قال عباره كده لافته، قال السياسه هي من خطفت الدين وجذبته وليس العكس. شوف يعني زي ما قال الامام محمد عبده لعن الله ساسه ويسوس وما اشتق منهما. انما اللي عايز اقوله ان كثيرين على الناحيتين، كثر من علماء الدين لجأوا الى الضوء، عايزين ضوء، عايزين شو، عايز يبقى بيلمع على الشاشات زي ما شافوا الدعاء الكبار. ما هو بيلمعوا بياخدوا فلوس جامده جدا، فيبتدي يتكلم في الشأن السياسي علشان ايضا يقترب من سده الحكم، من البلاط يستقبل. ما هو البلاط ده مهم جدا في حياه العرب والمصريين. أكيد. على الجانب الاخر السياسي المفلس عديم الحجه فجاه تلاقيه لجأ الى انه يبقى رجل، يبقى داعيه ديني، داعيه يستمد الشرائط. يعني يروح يلبس الجلابيه ويركب زبيبه ويصلي الجمعه ويقف يخطب كانه مش صحيح. على الناحيتين حدث خطأ، ولا دخل للدين او للسياسه، انما عالم الدين والسياسي. انما كلمه الدين مطلقه كده لا، كلمه السياسه مطلقه لا. يعني لما حسن البنا نزل يترشح، فالنحاس لو كلمه مشهوره قال له رجل عالم دين على راسي من فوق، زعيم سياسي لا مؤاخذه. لا مؤاخذه. طيب اشكرك شكرا جزيلا. انا مشكر جدا الاستاذ جدا احمد جدا الجمال، ونشكر الساده المشاهدين، ونتمنى انه يعني تولد مصر جديده ان شاء الله، على يد المفكرين، على يد العلماء، على يد المصلحين الحقيقيين، على يد يعني اهل الاستناره واهل العقل، والدنيا تسير وتتقدم بالعقل وليس بالنقل. شكرا لكم جميعا.